السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في الف خير. فيديو جديد، وصفة جديدة طلب مني من متابعين ان هم عايزين المخلل بيدبل. لما بيجي يخللوا اي مخلل خيار بيدبل. النهارده انا جايبه لكم مكون واحد هنحطه بسيط جدا على المخلل، هيفضل مقرمش معاكي من اول واحده لحد اخر واحده. يلا بينا نجهز كيلو من المخلل، كيلو من الخيار صغير. الصغير ده بيبقى مسكر وبلدي كده وبيكون طعمه حلو قوي. نقي كده خيارة صغيرة اللي تكون شيك، حتى في الشكل في التخليل بتكون حلوة قوي. بعد كده هقطع العنق بتاعها من فوق، من هنا ومن هنا، هنضفها خالص. انا طبعا غسلاه وحطاه في مصفى كده تحتيها طبق علشان ينزل اي ميه فيه. ومعايا فلفل بارد وفلفل سبايسي زي ما انت عايزه يعني. برضو بشيل العنق بتاعها كده من فوق عشان اتلاشى وجود اي ريم ابيض ريحته وحشه على وش المخلل. الخطوه دي مهمه جدا، انك تشيلي العنق بتاع الفلفل ده. وعايزه بقى سبايسي او بارد، عايزه بقى سبايسي او بارد زي ما انت عايزه، دي خطوه ترجع لك انت. كيلو خيار معاه ربع كيلو من الفلفل البارد او السبايسي، معاه 2 عصير ليمونه كبار، كمان معاه نعناع ناشف، معاه معلقه من الخل، معلقتين كبار من الملح، ربع معلقه صغيره من السكر. وما تستغربوش لان السكر هي الماده الحافظه اللي هتحافظ لك على المخلل من اول واحده لحد اخر واحده. وكمان معايا ميه مغليه من بالليل، يعني حطيت ميه في الكاتل غليتها وسبتها تبرد ليله كامله علشان لما اجي احطها على الميه على المخلل بتاعي ما يريمش مني وما يعملش الريم الابيض اللي كلنا مش بنحبه على وش المخلل ده. هفتحه معاكم يعني ممكن يومين 3 ونفتح عليه. هو بالظبط بيقعد 3 ايام وتفتح عليه وتاكلي وبيفضل مقرمش من اول واحده لحد اخر واحده. هتجربوه وهيعجبكم فعلا وهتدمنوه وهتعملوه، هتبقى وصفه ثابته عندكم في البيت. هارُص بقى المخلل في برطمان أو في علبة. كان عندي علبة كده بيضة فاضية، غسلتها غسلة نضيفة وعقّمتها طبعًا ونشّفتها، دي حاجة مهمة. وهابدأ إن أنا أرُص بقى الخيار، أهم حاجة يكون متزنّق جنب بعضه كده. حُطّيه في علبة على قدّه بالضبط يا ريت أو برطمان، علشان يعني كل ما هو جنب بعضه كده بيستوي بسرعة، بيستوي كلّه سِوَى واحد، بياخد كلّه من طعم بعضه كده. وبارُص بقى الفلفل ده كده في كل اتجاه كده، وهابدأ إن أنا أمكّسه أو أحُط عليه التوابل. معايا فصّين من التوم هاقطّعهم كده ترانشات وأحُطّهم عليه. ده كان توم في الفريزر عندي طلّعته وقطّعت منّه 2 كده على وش المخلِّل، بيدّي طعم حلو جدًا هو والنعناع. كمان هاحُط معلقة مليانة من الخل، معلقة مليانة من الخل. وهاحط عصير الليمونتين الكاملين، ليمونتين كده يكونوا كبار، ولو ليمون صغير حطي 3 4 ليمونات، الليمون بيدي طعم حلو جدا في المخلل. كان عندي ليمونتين كبار كده بسم الله ما شاء الله مليانين ميه فاستكفيت بيهم بصراحه. حطيت ليمونتين عصرتهم كده زي ما انتم شايفين على الخيار. وهبدا بقى ان انا احط معلقه كبيره من الخل، ربع معلقه صغيره من السكر، المعالق بتاعه الشاي حطي ربع معلقه صغيره، وكمان حطي معلقتين ملح كبار. ادي الخل اهو، احط معلقه كبيره، وهانزل بقى بالسكر وبالملح وبرشة النعناع الناشف أو الفريش، ولو عايزة تستغني عن خطوة النعناع دي براحتك. ادي الملح اهو. هبدأ بقى ان انا اصب عليه المية بتاعتي، مية غلياها من بالليل وسايباها تبرد عشان اتلاشى اي وجود بكتيريا او اي وجود ريم بعد كده لما المخلل يتخلل. لو لسه متابعة معايا لحد الآن يا ريت ما تنسي تحطي لايك، حطيه عشان هو بيرفع الفيديو لناس كتير يشوفوه صدقوني. وكمان لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي، ولو بتتفرجي على الوصفة دي على البيج بتاعتي أو على الصفحة الشخصية يا ريت تعملي لها شير عشان الكل يستفاد منها. حطيت بقى رشة النعناع وهبدأ إن أنا أصب المية بتغطي وش المخلل بتاعك كله بس، وباغطيه وباسيبه بقى لمدة 3 أيام. وبعد ال3 أيام هنيجي نفتحه مع بعض، هتشوفوا شكله أنتم اللي هتحكموا بنفسكم ساعتها في التعليقات. وهتدمنوا الوصفة دي لأنها بصراحة وصفة ناجحة. طعم المخلل أحلى مخلل ممكن تاكلوه بصراحة في البيت بالطريقة دي، هو المخلل الخيار. النعناع والتوم يا جماعة بصراحة بينقلوا في حتة تانية، مش هيدبل معاكي نهائي صدقوني. أنا قد الكلام اللي باقوله. المخلل اللي بيتحط عليه سكر ده بيطلع فعلًا سكر، هو طعمه مش بيبقى مسكر، بس المادة الحافظة اللي كسكر هي المادة الحافظة لينا في أي مخلل، بتحافظ لك عليه، بتدي له تسكيرة حلوة، بتخليه مقرمش، بيخليه يعيش مدة أطول.
يا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. كنت معاكم الشيف هبة شيحة من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبة شيحة. دمتم بألف خير، وانتظروا إن شاء الله 3 أيام وهنزل لكم وأنا بفتح عليه وبندوقه مع بعض. مع السلامة.